السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بالجميع في قناة الاستغفار وسورة البقرة. نقول لكم اليوم إن شاء الله هنالك قصص تحفيزية جميلة جدا. هذه القصص نحفز بعضنا البعض خدمة لله سبحانه وتعالى. نقول لكم اليوم إن شاء الله راح نبدأ بالقصة مباشرة لكي لا يطول عليكم الفيديو. القصة تقول صاحبة القصة: أنا أختكم من السعودية. بدأت رحلتي مع الاستغفار وسورة البقرة في عام 2023. قبل ذلك كنت أعيش حياة مليئة بالمرارة. كنت متزوجة لمدة 5 سنوات من رجل نرجسي مؤذٍ ومتسلط لدرجة أنني كنت أشبهه بفرعون والعياذ بالله. هي تعامله حاولت في تعامله عفوا حاولت مرارا الانفصال ورفع قضايا فسخ نكاح، لكن في كل مرة كان يتم الرجوع وتستمر المعاناة. عندما قررت الالتزام بالاستغفار بدأت بالتدريج من 300 حتى وصلت إلى 12,000 استغفار يوميا. ومع سورة البقرة في البداية كنت أقرأ البقرة مرة واحدة، ثم زدت العدد حتى وصلت إلى 4 مرات يوميا بعد أن تعود لساني عليها. تقول: أول ثمرات الاستغفار الكشاف الرباني. تقول أنه كشاف رباني الاستغفار كان بالنسبة لي مثل الكشاف، كشف لي حقيقة كل من حولي، جعلني أرى الأمور بوضوح تام. فلم 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 يعد عندي أي تأنيب ضمير تجاه قرار الانفصال، لأنني رأيت سوء طليقي يتجلى بوضوح لا يدع مجالا للشك. معجزة المحكمة تقول في الثمرة الثانية: معجزة المحكمة وفسخ النكاح. قالت: عندما قررت الانفصال الأخير واجهتني عقبات قانونية، لم يكن معي عقد النكاح الورقي، والمحكمة قالت عادة ترفض السير في القضية بدونه، ولكن ببركة سورة البقرة بفضل الله ويسر الله في يعني تقول صاحبة القصة: يسر الله لي محاميا ممتازا، وحدث ما يشبه بالمستحيل، ثم فسخ النكاح في المحكمة بدون العقد. والأعجب من ذلك أنه تم فسخا لا خلعا، أي أنني لم أضطر لإعادة المهر رغم أن الجميع حذرني من أنني سأخسر مالي. قالت الثمرة الثالثة: الخيرة في فقدان الجنين. تقول: كنت حاملا أثناء تلك المشاكل، وكنت أتمنى هذا الطفل بشدة، ولكنني أجهضت. مع الاستغفار منحني الله بصيرة جعلتني أدرك أن هذا الإجهاض كان خيرة، فالله أعلم أن ذلك الرجل لا يستحق أن يكون أبا، وأنه كان سيشقيني بهذا الطفل ويستخدمه وسيلة لإيذائي. تقول: تسخير المؤذيين. طليقي كان يرفض تسليم عفش بيتي وأغراض التي حرمتها من تقول: والأغراض التي حزمتها في كراتين، وهو أسلوب يتبعه النرجسيون للإيذاء. لكن فجأة وبدون قضايا أو تدخلات وافق من تلقاء نفسه على إرسال كل الأغراض إلي. ليس هذا فحسب، بل إن أشخاصا مؤذيين في عائلتي كان تسلطهم بمنعي من العودة لبيت أهلي. كفاهم الله عني أبعدهم الله عنها وصرف شرهم تماما. بيت الأحلام المجاني. تقول الثمرة الرابعة: بيت الأحلام المجاني. كنت قلقة جدا، أين سأسكن وكيف سأستأجر وأنا ليس لي وظيفة بعد. حاولت الاستئجار وفشلت، وكانت تلك أخيرة أيضا. الله سخر لي في بيت أهلي شقة مصغرة، غرفة واسعة بمنافعها، مطبخ ودورة مياه وباب خاص، وكأنني مستأجرة شقة مستقلة تماما. فرشتها كما أحب واخترت ألوانها وحصلت عليها مجانا دون تحمل هم الإيجار أو الفواتير. تقول الثمرة السادسة أو الخامسة عفوا: المعاملة الملكية وتيسير الأمور. أصبحت أشعر أنني أعامل كملكة في تعامل الناس معي.
أي مكان أدخله يسخر الله لي من يخدمني. في المستشفى أدخل لتحاليل الأطباء بدون مواعيد مسبقة ويتم خدمتي فورًا. في البنك مديرة البنك والموظفات يخدمونني بمعاملات معقدة وأنتهي في مثلًا 10 دقائق. في التسوق كنت أجد الأشياء التي أحلم بها مثل الملابس، أحذية بنفس المقاس واللون الذي أريده، وغالبًا تكون أخرى قطعة وبعروض خصم مذهلة. موقف تقول موقف الصرافة. تقول تعطلت الصرافة وكنت أحتاج كاش يعني مبلغ مالي كاش، فدخلت بقالة صغيرة وسألته فقام بسحب المبلغ لي من ماكينته الخاصة وأعطاني الكاش، وهو أمر نادرا ما يفعله أصحاب المحلات. تغيير شخصيتي. تقول كنت إنسانة ضعيفة جدا ولا أعرف أن أخذ حقي. ببركة الاستغفار وسورة البقرة منحني الله قوة الشخصية، حكمة وبلاغة في الحديث. صرت أعرف كيف أقول هذا صح وهذا غلط وأدافع عن نفسي بثقة. هي عطايا أخرى. وتقول هنالك عطايا أخرى. يسر الله لولدي ناديا رياضيا سباحة وكاراتيه بجانب البيت مباشرة، وهو ما كنت أتمناه له. حصلت على 5 دورات احترافية عالية جدًا آآ في في الحاسب، هكا تقول في الحاسب والإنجليزي مجانًا لتطوير سيرتي الذاتية. اعتمرت 3 مرات ما شاء الله بدعوات مستجابة وتيسير لم أحسب له حسابًا. نصيحتي تقول لكل من يعاني من تعطيل أو هم الزموا الاستغفار واقطعوا به شوطًا طويلًا. هي هذا يعني هذه القصة سمعتها مباشرةً في قناة عمي محمد حجازي. تقول بقت يعني عندها مدة تقريبًا 3 سنوات، ثم ادخلوا معه سورة البقرة وسترون العجب كما رأيت أنا. هذه قصة الأخت اللي أنا سمحت مباشرةً أن أرويها لكم. نقول لكم في الاستغفار كل ما تحلمون به، في الاستغفار كل ما تريدونه في الاستغفار بفضل الله، ثم الاستغفار سيجبر الله خواطركم، سيهديكم، وأهم شيء هو التوبة آآ التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وسيعينكم الله على التوبة. أقسم بالله بالاستغفار الله سبحانه وتعالى سيعينكم بإذن الله على التوبة، على ترك الذنوب المستعصية التي ربما حالت، أكيد هي حالت بيننا وبين استجابات دعواتنا. سيقويكم الله. هو ودود، هو رحيم، هو رؤوف بنا، هو يريد أن نتوب فقط يعني وأن نعزم على التوبة، والله سيساعدكم على ترك ذنوب كثيرة. سيدهشكم الله سبحانه وتعالى بعطائه في الاستغفار وأخذ سورة البقرة. نقول لكم هذه هي الطريق، وهذه هي قصة اليوم. نقول لكم في هذه الطريق هنالك مطبات، هنالك يعني هنالك مداخل شياطين التي لن تترككم، هي لن تترك الشيطان، لن يترك المستغفر في حاله ليتم يعني هذا الطريق، لأن الهلاك سيكون حتما عاجل أو آجلا، سيكون هلاك يعني الشياطين في هذا الاستغفار. ليس الهلاك يعني كما نقولوا احنا نقولوا هلاكه يعني إذا كان قرينا ربي سبحانه وتعالى سيمن عليك بأن يخنسه يكون ربي يعطيك التقوى ويعطيك الهدى ويهديك، ويعني تكون إنسان قوي الإيمان وتارك للذنوب، وسيعينك الله. المهم طريق الخير وطريق الحق وبدون شك. المهم القصة حبيت نحكي القصة تانية لأن القصة هذه شوقتني باه نروي لكم قصة ثانية، نتمنى يفتح معايا بسهولة. القصة التانية اللي ما عنديش يعني كثير ولكن نحكيها مازال الفيديو يمشي. تقول القصة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أختكم من الأردن. سأحكي لكم قصتي بالتفصيل لعلها تكون سببا في هداية أو أمل لأي شخص يمر بما مررت به. أنا بفضل الله مستغفرة منذ زمن طويل، منذ حوالي 8 سنوات ما شاء الله، حتى قبل أن أعرف قناة الأستاذ عمي محمد حجازي. سمعت وقتها شيخا لا أتذكر اسمه يتحدث عن الاستغفار وخيراته العظيمة، وبمجرد أن بدأت رأيت أثرا سريعا جدا. تلقيت اتصالا من أهلي في الخارج يتطمئنون علي ويخبرونني أنهم سيرسلون لي هدايا، ففرحت كثيرا وشعرت أن الله بدأ يغير حياتي من تلك اللحظة.
بدايتي والذنوب الخفية. في ذلك الوقت في تلك الفترة كنت متزوجة وعندي أولاد، وكنت أسكن في بلد وأهلي في بلد آخر. قبل 7 سنوات كنت أستغفر بمعدل 30 مرة، 30 ألف. لا أدري إن كانت تقول 300 ألف مرة في اليوم أو 30 ألف مرة. والله ما على بالي الرقم هنا. وكنت أسجل الأعداد بالورقة والقلم. يبدو أنه 30 ألف استغفار. كل نصف ساعة أستغفر فيها 300 مرة. نعم، أضع علامة، وكان هذا يحمسني جدا. كنت أستغفر وأنا أقوم بأعمال المنزل وفي المطبخ ومع الأولاد، لكن الصراحة رغم الاستغفار كانت لدي ذنوب لم أكن أدرك حجمها. كانت الغيبة والنميمة حاضرة في جلساتي مع الصديقات. كنت أنقل الكلام وأتسبب بمشاكل دون قصد بسبب الجهل. لا لا. وكانت إذا وقعت في مشكلة في بيتي أتصل بأهلي فورا وأحكي لهم، أفضفض، ولم أكن أعرف أن هذا قد يندرج تحت الغيبة. أيضا الأغاني لم تكن تفارق بيتي، وحجابي وستري لم يكن بنسبة 100%. بالرغم من هذه الذنوب كان الله كريما معي، فبسبب الاستغفار رزقني الله بيت الملك بعد أن تنقلت في بيوت كثيرة، وكنت أشعر بنشاط وطاقة غريبة في جسدي لتنظيف بيتي والقيام بمسؤولياتي. ثم قالت الانتكاسة وترك الاستغفار. بعد أن رزقني الله بيت الملك ارتكبت خطأ كبيرا، تركت الاستغفار. تقول هنا بدأت حياتي تنهار تدريجيا. لم أته... آه، لم أتهن لم أتهن بالبيت. تقول لم أتهن بالبيت الجديد. المشاكل بدأت تشتعل مع زوجي وأولادي. أصيب أولادي بأمراض كثيرة، وتراجع تحصيلهم الدراسي بشكل ملحوظ. كنت أشعر بإرهاق دائم، تعب وضيق، ولا أحد يفهمني. بدأت أبحث عن حلول، وكنت أتابع فيديوهات الرقية على تيك توك واليوتيوب، حتى وصلت لقناة أم خالد التي كانت تحكي قصص المستغفرين الحوقلة. فبدأت أعود للذكر. كنت أستغفر من الفجر حتى الظهر، وأصل إلى 300 إلى 400 مرة. ثم أصلي على النبي وأحوقل وأختم بتاج الذكر. بدأت الأرزاق تعود والخيرات تظهر، ولكن حياتي لم تكن مستقرة تماما، لأنني لم أكن ملتزمة بالصلاة على وقتها ولا بالأذكار الصباح والمساء. وذنوبي كنت أحاول تركها، لكن كنت أنتكس كثيرا. لقائي بمنهج الأستاذ محمد حجازي. في يوم ما ظهر لي فيديو العم عمي محمد حجازي. في البداية شعرت أن كلامه ثقيل، وفيديوهاته طويلة. سبحان الله، هذا ما حدث معي. ولم أنسجم معه، ولكن سبحان الله حين أراد الله لي الهداية أحببت كلامه وبدأت أسمعه بتركيز. تعلمت منه خارطة الطريق وأهمية الأذكار والتحصينات في تاج الذكر وآية الكرسي، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، وأعوذ بكلمات الله التامات. الالتزام بالوقت. لاحظت أنني إذا تأخرت عن أذكار الصباح ودخل وقت العصر دون أن أقولها يبدأ الوسواس في رأسي، وأصبح عصبية جدا وأريد افتعال مشكلة مع أي شخص. لكن حين أقولها في وقت أشعر بالسكون والطمأنينة ولا توصف. تركت الذنوب. فهمت أن الاستغفار مع الذنب كمن يضع الماء في كيس ماء مخزوق، هكذا تقول. أثر سورة البقرة. تقول بدأت مع الأستاذ عمي محمد حجازي قراءة سورة البقرة بتكرارها 4 مرات يوميا لمدة شهر ونصف، ثم 3 مرات، ثم مرتين، والآن أقرأها مرة واحدة. سورة البقرة جعلت الأخبار تأتيني دون أن أسأل. أي شيء يخص أولادي أو زوجي أو أهلي كنت أريد معرفته. كان الله يسوق للخير سوقا. صرت أحب أن أحكي للناس عن الاستغفار، وإذا خجلت من شخص أرسل له رسالة نصية لأدله على هذا الخير. الثمار التي قطفتها. مطر الاستغفار. أكثر من مرة وأنا أستغفر كنت أرى المطر ينزل وأشعر أنه مطر لازال لأجلي، فكنت أبكي تأثرا. شفاء الوالد والأهل. الله شفى والدي وسخر لي أهلي الذين كانوا في بلد آخر، فصاروا يزورونني باستمرار ويطبطبون علي. تغير البيت. زوجي تغيرت معاملته تماما، أولادي تحسنوا في دراستهم وتغيرت شخصيتهم للأفضل. تيسير عجيب. سخر الله لي امرأة تأتي تساعدنا في أعمال المنزل كل أسبوع، وأينما ذهبت أجد مواقف لسيارتي بكل سهولة. لذة الصيام. في رمضان الماضي لم أشعر بالجوع أو التعب. كنت أقوم بكل أعمال البيت وأقرأ القرآن بنشاط، وشعرت أن الاستغفار هو الذي يغذيني.
اعتزال معاصي، صرت أكره الغيبة، المسلسلات، وإذا جلس أهل بيتي يشاهدون التلفاز كنت أجاهد نفسي أقوم للذكر أو قراءة القرآن حتى لا أسمع أو أرى ما يغضب الله. الخلاصة، أنا الآن مستمرة على الاستغفار بمعدل 50 إلى 100 ألف ما شاء الله يوميا، والهمة كلها من الله. الاستغفار وسورة البقرة هما التوأم اللذان يصلحان الحياة. حتى لو أذنبت أعود وأتوب وأستغفر وأجد أن المسافة بيني وبين الذنب والأخرى أصبحت تطول حتى تطهر الله قلبي. تقول مشكور عمي محمد حجازي والمشرفة شيماء ولكل من ساعدني لأجي هذه الطريق. نحن لا نزكي أحدا، ولكن هذا الإنسان نحسبه على خير، والحمد لله الذي هدانا الله سبحانه وتعالى لهذا الطريق. قصص جميلة، وستكون هنالك قصص أخرى إن شاء الله. نقول لكم الرحلة جميلة وفيها كثير 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 من الحلاوة، فيها الرحمة، رحمات الله. الصبر 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 والعزيمة، وما تفشلوش وابدأوا. لماذا ما بداش؟ راهي فرصة، رانا في رجب، أنا في شهر الرحمات، شهر الحرم. اللي نقول لكم ربي سبحانه وتعالى ربما كل كلمة أستغفر الله راح يضاعف لكم، أكيد راح يضاعف لكم، لأن الأجر مضاعف في هذه الشهور. راح يضاعف لكم كل استغفار، ربما كل استغفار فيه شحال من حسنة نحن لا نعلم، هذا بتقادير الله سبحانه وتعالى، ولكن دائما نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نقول لكم اللي ما بداش الاستغفار عليه أن يجاهد نفسه، أن يسأل العون من الله، أن يقول يا ربي أكرم بهذا الذكر العظيم لكي تتغير حياتي، لكي أعود إليك، لكي أعرفك، لكي أصبح إنسان يعني أعبدك وكأنني أراك. وكلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. نحاول دائما نجتهد لكي لا نقع في الذنب، وإذا أذنبنا نعود مباشرة، لا نترك الذنب إلى كما نقولوا إلى غد، ولكن نعود في يعني في الوقت نفسه، نعود نتوب إلى الله، نستغفر صلاة التوبة والاستغفار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.